الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله هعمل معاكم الفطير بطريقة فرد سهلة وسريعة ان شاء الله تنور رضاكم. يلا بينا نبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا للفطير، الفطير هو دقيق وميه وملح. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، معايا ميه دافيه، معايا ملح. الفطير ما بياخدش اكتر من كده. نبداوا كده نسموا الله ونبتدوا. همسك بقى الملح انزل بيه كده على الدقيق. بعد كده بقى هنزل بالميه الدافيه على الدقيق. اهم حاجه في الفطير انك تعجنيه كويس قوي. بالتني بقى تنزلي بالميه تدريجيا كده لحد ان شاء الله هنشوفوا العجينه مع بعض شكلها ايه. ان شاء الله نعملوه مع بعض كده بطريقه فرد مش هتاخد منك اي مجهود ان شاء الله، وهيطلع مورق معاكي وفي منتهى الجمال. اهم حاجه العجينه حبايبي. بعد ما عجناه كويس قوي كده تبداي بقى تلميه بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه زي ما قلت لحضراتكم انك تعجنيه كويس قوي وتديله حقه كده في العجين عشان العجينه ايه تطلع مظبوطه معاكي. شايفين؟ لا تخليها طريه تتبهدل منك وانت بتفرديها، ولا تخليها ناشفه تتعبك وانت بتفرديها. حبايبي بعد ما لمناها بالشكل ده رايحه اجيب بقى كيس من اكياس التلاجة، رايحه اغطيها كده ترتاح لها في حدود 10 دقايق علشان لما اجي اشتغل فيها وافرد فيها تتفرد معايا على طول. رايحه اسيبها 10 دقايق ان شاء الله وارجع لكم تاني. حبايبي بعد العجينه مرتاحت 10 دقايق بالشكل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله اهي بالشكل ده كده. نبداوا بقى نقطعوها. هنزل كده برشه من الدقيق بالشكل ده كده. هنزل بالعجينه بتاعتنا بالشكل ده. هبدأ بقى اقطع العجينة بتاعتنا او ال2 كيلو اللي احنا عاملينهم بالشكل ده ل4 قطع. طبعا قطعيها حسب المكان المتواجد عندك. لو المكان المتواجد عندك كبير ممكن تقطعيها على قطعتين، لو المكان صغير اعمليها ايه على 4 قطع كده بالشكل ده اهو. بالشكل ده هركن بقى كده بالشكل ده. يبقى قطعنا ال2 كيلو ل4 قطع زي ما قلت لحضراتكم حسب ايه المكان المتواجد عندك. طبعا الدقيق ده ما بأثرش على الفطير في اي حاجه. تبداي بقى ايه تفرديها مستطيله كده. طبعا عندك مردانه عندك بطاطا زي دي استعمليها. بعد ما فردناها بالشكل ده شايفين سمك العجينه بالشكل ده اهو. انا معايا هنا بقى عندك سمنه، عندك سمنه على زبده، عندك خليط من الزبده. معايا هنا خليط جاموسي على بقري، فالمتواجد عندك اشتغلي بيه. هو الفطير بيحب الزبده لان الزبده بيكون فيها نسبه من الميه فبتطلع الفطير ايه طري معاكي. لو عملتيه بالسمنه امسكيه بقى بعد ما تسويه حطيه في كيس راح يطرى معاكي. هاخد كده لنص كيلو في حدود كوبايه من خليط الزبده ده بالشكل ده. هبدأ بقى افرد الزبدة. لو عندك في التلاجة بتطلعيها بقى كده من قبلها ايه بيوم او من بالليل كده للصبح. شايفين بتبقى طرية ومتماسكة كده بالشكل ده اهو. يعني ال2 كيلو دقيق واخدين في حدود كيلو من خليط الزبدة ده. طبعا بعد كده بقى انت ما بتستخدميش زبدة تاني. هو الفطير بياخد حقه كده في الزبدة وخلاص. لما تيجي تفرديه بقى بتفرديه ايه على فرشة كده من الزيت، ما بتفرديش على سمنة علشان خاطر السمنة بتقطع العجينة. بعد ما فردنا الزبدة بالشكل ده تبدأي بقى ايه تلمي كده الطرف الاولاني وتبدأي بقى ايه تلفي رول بالشكل ده كده. بعد ما لفيناه رول بالشكل ده نبداوا بقى نقطعوه. القطعيه دي وحجم الفطيره حسب ما انت عاوزه الفطيره صغيره قطعي القطعيه صغيره، عاوزه الفطيره كبيره قطعي القطعيه كبيره. فممكن بقى ايه نخلو الفطيره متوسطه وهنقطعه الرول اللي هو نص كيلو ده على 5 هتطلع حجمها متوسط كده وجميل. وممكن لو عاوزاها بقى صغيره قوي قطعيه على 6. بسم الله هنقطعوه بقى كده على 5 بالشكل ده اهو.
الرول التاني بقى نقطعوه 4 على حسب ما انت عاوزه. تبداي بقى ايه تلفيه بالشكل ده اهو، وعلى صينيه بقى مدهونه كده فرشه من الزيت وتركنيه. طبعا بتركنيه بقى لحد ما تخلصي العجين كله، بيكون بقى الفطير ارتاح، تبداي ايه تشتغلي فيه. انا بلفه كده علشان خاطر ايه يبقى يديني ايه الشكل المدور. انت ممكن تسيبيها كده وتفرديها برضو الاخر، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. حبايبي بعد ما خلصناه تقطيع بالشكل ده، بتمسكيه بقى بفرشة زيت تدهني وشه كده دهنة بسيطة خالص، وتغطيه بكيس من اكياس التلاجة علشان خاطر ايه الوش بتاعه ما يعملش ايه قشرة. بعد كده بتبدأي بقى تاخدي من اول فطيرة انت عاملاها علشان تكون ارتاحت معاكي فتنفرد معاكي على طول. نسمي الله كده ونبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى ايه ننزل كده بمعلقتين من الزيت على الرخامة كده بالشكل ده، وتبدأي بقى ايه تفردي الفطيرة بالشكل ده. شايفين علشان الفطير ارتاح معاكي بينفرد معاكي بسهولة ازاي. وانت بتفردي لو الفطيرة انقطعت منك مفيش اي مشكلة، انت بتلميها وكل ده بيدخل جوه الفطيرة، مفيش اي حاجة بتبان. شايفين قد ايه سهل وبسيط. تبدأي بقى ايه تجيبي الفطيرة كده اهو بالشكل ده. تبدأي كمان تجيبي الطرف التاني كده بالشكل ده اهو بالشكل ده، وتجيبي الطرف ده كده وتجيبي الطرف ده كده. بعد ما لمينا الاطراف بالشكل ده، تبدأي بقى تجيبي الاطراف دي كده اهو بالشكل ده، وتبدأي تاني تجيبي الطرف ده كده اهو. شايفين قد ايه سهل وبسيط. تبدأي ده كده اهو، واللي قصاده كده، وده كده، وده كده اهو بالشكل ده. بعد كده بقى بتحطيها على الصينية بالشكل ده وكيس من اكياس التلاجة وبتغطيها، وتبدأي تكملي في الفطير كله لحد ما تخلصيه كله. حبايبي بعد ما خلصنا العجينه فردناها بقى الفرده الاخيره ولمناها بالشكل ده. طبعا عبل ما بتخلصي اخر فطيره بتكون الايه الاولانيه ارتاحت. نبداوا بقى كده نفردوها بقى على الخبيز على طول. معايا هنا الصينيه، هبدا بقى ايه افرد عليها. ما بتتهنيش بقى اي ماده دهنيه تاني، هي كده اخدت الماده الدهنيه بتاعتها وخلاص. بعد ما فردناها بالشكل ده، يلا بينا على كده على الفرن نسويه مع بعض. حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله ادي السوا في الفرن اهو، لسه كمان ما كملتش سواها بالشكل ده. لازم الفرن تكون ناره عاليه بالشكل ده، والشعله اللي تحت كمان علشان خاطر الفطيره تقب معاكي وتستوي على طول كده ما تنشفش منك. بعد بقى كده ما تيجي تخرجيها من الفرن، تبداي بقى ايه تدهني وشها بحته قشطه او حته زبده علشان خاطر تديكي لمعه كده وتديكي ريحه كمان وطعم في منتهى الجمال بالشكل ده اهو. شايفين الفطيره بسم الله ما شاء الله. بنفس الطريقه بقى كده رايحه اكمل سوى الفطير كله ان شاء الله وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما سوينا الفطير بالشكل الجميل ده، حاجه كده مورقه وحاجه في منتهى الجمال. شايفين الفطير بسم الله ما شاء الله قد ايه مورق وجميل. شايفين الفطير، شايفين الرقات، حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين قد ايه خفيف كمان وقد ايه هش وجميل. الف هنا وشفا حبايبي. ودي كانت طريقتي في عمل الفطير، طريقه سهله وطريقه بسيطه كده، يا رب تنور رضاكم. وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدنا اشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.